وحد الله وصلى على النبي. الفرق بين فردة الكوارع الخلفية والأمامية لنفس العجل، وأيهما أفضل، الأمامية ولا الخلفية؟ 99% من الزباين عايزين الفردة الأمامية وبيفضلوا الفردة الأمامية، وده معتقد خطأ من وجهة نظري، وأنا هشرحها لك بالدليل دلوقتي. كل الجزارين بيتعانوا وعايزين العجل يبقى ب10 رجول أمامي ومش عايزينه يبقى برجول خلفي بسبب الزباين. والاثنين كده كده الفرق بينهم بسيط، ولكن بالنسبه لي انا كجزار الافضل الخلفيه، لان في ناس في الكومنتات تقول لك لا احنا هنطلب برضه الاماميه، اطلب عامل اماميه، بس انا بخاطب الناس اللي هي حابه تعرف الفرق بينهم ايه. الفرد الامامي بيبان انه تخين طبعا، هو اقصر كده كده من الفرد الخلفي، يعني هنبص اهو كده كده التخانه واحده، ولكن الفرد الخلفي اطول، القصبه بتاعته اطول. الفرد الامامي الجيوب اللي كده كده عشان ينظف الهواء، ينظف الشعر لازم ينفخوا هواء عشان يعرف يصمته كويس، فكده كده الجيوب اللي بتقبل هواء في الرجل اللي قدام افضل، يعني اوسع من اللي ورا، ولكن اللحم واحد، وبال الخلفي افضل بالنسبه للعجل البقري الذكر والعجل الجاموس. الناس المربيين والفلاحين عارفين الكلام ده، من وهو عمر 5 شهور بيحب يشب، يعني يشب دي يعني بينط كده بيهابر من هو عمر صغير، دي غريزه فيه ان هو ذكر، فهو واخد على النط مع احترامي. فالرجلين اللي ورا دول هم اللي بيرفعوا الجسم كله، من سواء كان عمره 6 شهور مثلا وزنه 180 200 كيلو 250 كيلو، الرجلين اللي ورا دول هم اللي بيرفعوا الجسم كله لحد ما يبقى وزنه طن، بيجي يطلع عربيه، بيجي يطلع على حاجه عاليه، لا مؤاخذه بيجي يطلع على بهيم. الرجلين اللي ورا دول الكرعين دول هم اللي بيشيلوا الطن او ال 500 كيلو، فالاعصاب بتاع الرجل اللي ورا اقوى، دي حاجه. تاني حاجه التصافي بتاع الرجل اللي ورا اكتر، وهات فردين واعملهم وهتشوف. طيب هنفصل مع بعض دلوقتي ونشوف القصبه دي اطول من القصبه دي، فكده كده القماش اللي بيبقى او اللحم اللي بيبقى كاسي على القصبه هنا اكتر من هنا، ولكن هنا الطخانه كلها في الحته اللي قدام دي، وهي بتقبل هواء اكتر في النفخ اثناء التنظيف. عملت كذا تفصيل، كذا طريقه لتفصيل فرد الكوارع، هوريكم طريقتين مختلفين عن الطرق اللي انا بقدمها قبل كده. وحد الله وصلى على النبي. الطريقه هنبدا بيها، هنبدا بالمقدم، بتيجي من ورا من هنا اهو، شايف الحته دي العظمه دي بتنام الفرد زي كده، بتخلي بالزين الرجل لفوق، وبتيجي من هنا وتقطع كده، تمام. تمسك اللحمه في ايدك كده وتمسك لحد ما تعدي كده، دي اسهل. هتلاقي نفسك تمسك اللحم لحد ما تخش لحد الحفر من قدام، لحد ما تخش ايه؟ لحد حفر ايه؟ برافو عليكم. هيبان معاك ايه؟ المفاصل كلها، هتلاقي المفاصل بتاع الرجل كلها بانت قدامك. هنا مفاصل اهي، وفي هنا مفاصل، وفي هنا مفاصل. هنبدا بايه؟ نبدا بمفاصل الحافر. وحد الله وصلى على النبي. هتيجي هنا اهو وتبدا من عند الحافر اهو، تعالى سيب بقى اللحم ده خالص اهو، وتمسك من هنا. طبعا هينزل الايه؟ البهاريس زي ما حضرتك شايف، هتنزل كده كده. خلصت الايه؟ الحفر الاولاني، ادي المفصل اهو. كده فرد الكوارع خلص تفصيل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ادي حته اهي وادي حته اهي، كده فرد الكوارع خلص بالنسبه لك، خلص. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هتيجي هنا هتلاقي مفصل اهو، هتخش عليه هتطلعه، هتلاقي مفصل هنا كمان، هتطلعه كمان، تمام. هتيجي هنا اهي، شايف الاربعه دول؟ هتقطع من هنا وتقطع من هنا وتقطع العصب اللي في النص ده، وتقطع من النص اهو. كده خلصت. عايز تشيل اللحم ده شيله بالكازلك، سهل جدا، هتقشره وممكن تكسرها زي ما هي اهي، ده حاجه تقيله.
تعالى بقى نرجع للحته دي عشان ما ننساهاش. قضى هنا مفصل اهو، بص اهو يطلع كده، وده المفصل التاني يطلع كده. هتقلب، هتقوم قاطع من هنا وتقوم قاطع من هنا اهي، وتقلب تقوم واخد ما بين ايه، هتلاقي 4 بزوز تاخد من النص، تسيب 2 و2، تقوم واخد كده قاطع دي وقاطع دي وقاطع دي. فرد الكوارع خلص بسكينه صغيره في 3 كلمات. تعال وحد الله وصلى على النبي. دي ايه؟ ده المؤدي. تعال بقى عند المؤخر، ده الفرد اللي هو ايه؟ الخلفي. هتعمل معاه ايه؟ هتيجي يا باشا هنا عند البزين دول وهتاخد خط، تمام؟ وهتشد منه لورا. الطريقه دي عملناها قبل كده، في طريقه كمان بس رايحه من دماغي هجيبها لكم بعدين في فيديو تاني. خدت بالك؟ هتفصل اهي وتشد اللحمه دي، تاخد الغطا ده على جنب، تيجي هنا 4 بزوز اهم، هتيجي ما بينهم تقوم نزل بالسكينه وشادد، مفيش حاجه هتقابلك. هتقطع، هتيجي هنا تفصل من الاتنين دول، وهنا تفصل. فاضل بقى المفاصل. تعال هتلاقي ده المفصل، تمسك من اللحمه دي بعد ما توحد الله وتصلي على النبي، وتيجي تفصل منين؟ من المفصل ده. مفصل اهو، ده مفصل حافر اهو. تعال بتنيم الرجل كده، تمسك تفصل المفصل اهو، تمسك من اللحمه دي وتشد لورا. طبعا هتزفلط منك، يعني ايه؟ يفضل ان يكون معاك قماشه، عشان طبعا ما بين المفاصل بيبقى فيه السائل اللزج ده بيقعد يزفلط منك، فتمسك بقماشه افضل حفاظا على ايدك، يعني عشان ايه؟ ما تعورش. تنشف الايه؟ السائل ده، تفصل المفصل ده، وتيجي يا دول هتقطع دي وتقطع دي كده، ومن هنا المفصل ده، ومن هنا المفصل ده، ومن هنا المفصل ده. تعالى صلى على النبي وذكر غيرك. المفصل ده، المفصل ده، تعالى بقى هتلاقي فيه ايه؟ الفرد اللي ورا بتلاقي فيه لحمه، بتلاقي فيه لحمه. بص تعالى، بص الفحل الجاموس، ايه دي؟ لحمه والله في الكوارع. تعال نديها بقى ايه؟ طلع النخاع اللي جوه ده بقى، وانت قاعد فين؟ على الطبليه، بعد ما تسوي وتطلع. اتعلمنا بقى، عايزين نجرب. حاضر. تخبط كده وتطلع وتجيب بالمعلقه وتحط على الرز ابو شعريه وتقلب وتضرب، هتلاقي وشك ايه؟ بيجيب ميه زي ما وشي جايب ميه كده من الحر. تعالى دول، تعالى بص، بص بقى العصب بتاع الرجل اللي ورا تخن ايه. تعالى بص العصب دي بقى حلاوه الرجل اللي ورا، تخانه، تصافي. الرجل عمرانه تلاقي فيها لحمه، يعني اللحمه دخلت لحد فرد الكوارع من جوه. لو سمعت الفيديو لغايه هذه اللحظه، وحد الله وصلى على النبي، اعمل لايك للفيديو ورايك في الفيديو في كومنت، واستنى الفيديوهات الجديده. ودي